تنويه قبل ما نبدأ، القصة اللي جاية ديت مش لأي حد، مش قصة جن ولا عفاريت، دي قصة بشر، والبشر لما بيكسروا الثقة بيبقوا ألعن من أي شيطان. لو انت فاكر ان أقرب الناس ليك مستحيل يأذوك يبقى اسمع للآخر، ولو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي، لأن اللي جاي مش حكاية تتسمع، ده اعتراف اتكتب بالدم. قصتنا النهاردة رسالة وصلت لقناة حكاوي النسر من بنت قالت: والله ما بكتب كلمة واحدة زيادة ولا بدور على اي تعاطف، انا بس بحكي اللي حصل لي علشان ما حدش يكرر غلطتي. حب اتحول لخيانة، قريب بقى عدو، وامان اتحول لكابوس في نص الصحراء. في الحكاية ديت هتشوف ازاي الغدر يقدر يكسر انسان، وازاي الانتقام ساعات ما بيطفيش النار، وازاي باب السحر اول ما يتفتح محدش بيقدر يقفله. اسمع بهدوء وما تستعجلش الحكم، لان النهاية هنا مش رحمة ولا عدل ولا حتى انتصار، دي حكاية صفاء، قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، ولو دخلت معانا فيها ممكن ما تطلعش منها زي ما دخلت. يلا بينا بقى علشان نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. بسم الله. قصة مرسلة لينا من قصص المتابعين. والله ما هقول كلمة كده ولا هزود في الأحداث، زي ما هي هحكيها. أنا اسمي صفاء، والقصة حصلت معايا من 5 سنين. أنا كنت بحب واحد قوي، وكنت ممكن أعمل أي حاجة علشان أتجوزه، بس هو ما كانش معبرني أصلا، ما كانش بيفكر فيا. الشخص ده كان ابن خالي، حاولت أعمل أي حاجة علشان ألفت نظره، بس هو ما كانش بيفكر فيا ولا كنت في باله. أنا ما عارفش حبيته إزاي قوي كده، هو كان شخص عادي، بس للأسف القلب الحاجة الوحيدة اللي جوه جسمنا بس ما بنقدرش نسيطر عليها. حاولت أقرب منه كتير جدا، لو إني كنت في وقتها جميلة جدا ومتعلمة وناس كتير كانت بتتقدم لي، بس أنا كنت برفض علشان خاطره هو. برضو معرفش ليه كنت متعلقة في حبال دايبة زي ما بيقولوا بس في كل مناسبة تجمع العائلة كنت ببقى جنبه وبراقبه من بعيد لبعيد وبحاول أتكلم معاه. أقول لك على حاجة، أنا كنت ببعت له حاجات كتير على الواتس وامسحها، واما يقول لي كنت بعت ايه اقول له بالغلط معلش علشان حتى يفتح معايا اي كلام برضه لا. واكيد رقمه معايا علشان هو ابن خالي، انا بنت عمته. وبعد كام شهر هو لاحظ اني بحاول اقرب منه. صح، هو نسيت اقول لكم اسمه علي. المهم بدأ يبادلني نفس الشعور، اهتمام وقرب منه. لا لا لا، ده انا بحلم. طيب انا بحبه من زمان وعارفه نفسي، هو كان بيحبني مثلا وساكت، ولا هو حس بيا دلوقتي؟ اسئله كتير قوي ملهاش اي تفسير لاي حد عاقل، لكن انا للاسف في وقتها كنت بدون عقل. وبدأنا نقرب لبعض، وهو كان بيجي عندنا كتير على اساس انه بيزور ماما، بس هو بيجي علشاني. حتى اختي سوسو لاحظت ان في حاجه بينا، حب او اعجاب، وبقيت بخرج وكان كل يوم يوصلني الكليه. انا في وقتها كنت في سنه رابعه في كليه حقوق، وبقالنا شهرين قريبين من بعض قوي قوي. وهو قال لي اول ما تخلصي كليه هاجي اتقدم لك. انا طبعا صدقت كلامه، وللاسف بدات تحصل بينا علاقه غير شرعيه، ووصلت اني فقدت عذريتي. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده. وبعد ما حصل ده، زي ما بيحصل في الافلام والمسلسلات القديمه، هو بدأ يتهرب مني وبدأ يبعد عني، وكل ما اتصل بيه مشغول ومش فاضيلي، وكل كلامه بقى مختلف عن الحب والرومانسيه، اتحول 180 درجه. انا بحاول ما افكرش فيه بطريقه وحشه
وكل ما اقول له تعالى فاتح بابا في موضوع جوازنا يقول لي مش فاضي مش وقته، وكل مره بحجه من شكل، وبدا يبان على حقيقته. وامه حست ان كنت نزوه وهتعدي. بدات اهدده ان هقول لماما ولابوه على اللي حصل بينا، وانا مش هبقى ضحيه واسكت، وكنت هقلب الدنيا عليه. ولما حس من ناحيتي اني مش هسكت بدأ يخاف ويتعدل معايا. أي نعم مش زي الأول، بس بدأ يحسن العلاقة بينا. أنا أقنعت نفسي إن ده أكيد ربنا هداه، وفعلا هو بيحبني، وقال لي أول ما تخلصي الكلية هفتح بابا في موضوع جوازنا. وبدأت ترجع العلاقة زي الأول، حب بينا واهتمام. أنا كنت فرحانة أوي أوي بجد إنه رجع زي الأول. وللأسف بدأت ترجع العلاقة اللي غير شرعية، بس تحت مسمى إن أنا هتجوزك. أنا بصراحة ضعفت تاني ووافقت تاني وتالت، بس ما كنتش أعرف إنه شيطان بجد. وفي يوم أنا خارجة معاه كنا بنلف بالعربية بتاعته، بدأ يدخل بيا في منطقة صحراء بالعربية. أنا المفروض مطمنة إن أنا معاه، وكل ما يبعد أقول له إحنا رايحين فين يقول لي هوريكي مظهر طبيعي يجنن. وبعد نص ساعة واحنا ماشيين بالعربية في قلب الصحراء وقف وقال لي انزلي. وفعلا نزلت، وفجأة دخلت علينا عربية فيها 3 شباب نزلوا ومسكوني. انا بقول له الحقني يا علي، لقيته حط ايده في جيبه وطلع التليفون بتاعه وفتح الكاميرا وبدأ يصور، وقال للشباب يلا. الشباب بدأوا يغتصبوني قدامه، قدام المفروض انه هو حبيبي، قدام ابن خالي، قدام اقرب حد ليا. وهو واقف بيصور وبيضحك ويقول لي لسه عايزه تتجوزيني؟ انا بكتب لك الكلام اللي انت بتقراه دلوقتي والله العظيم وانا منهاره في العياط. المهم بعد ما الشباب اغتصبوني اداهم فلوس وسابونا وركبوا العربيه بتاعتهم ومشيوا. وبعدها علي شالني من على الارض زي الكلبه ورماني في العربيه بتاعته. أنا مش قادرة أتحرك ومنهارة في العياط، وهو ساكت وبيشرب السيجارة بتاعته وبيبص عليا وينفخ في وش الدخان ويضحك، لحد ما وصلني المكان قريب من البيت عندي وبطل العربية، بس شغل نور العربية والدخان بيتحرك زي شبح في الضلمة. وبصلي وقال لي بص يا بت، أنا ممكن أفضحك وأفضح أبوكي وأمك وأختك بالفيديوهات اللي أنا صورتها لك، فلو مش عاوزة ده يحصل وتفضلي محترمة قدام العيلة وابوك اللي عامل نفسه كبير ده، انا ممكن افضح اختك وامك اللي هي عمتي، ما يفرقش معايا. يبقى تسكتي وتشوفي لك اي دكتور يعمل لك عملية يرجعك بنت تاني. انا جدعانة مني هدفع لك تمن العملية، لكن تعملي فيها محترمة وتجيبي سيرتي او سيرة حد او تعملي محضر او تقولي اتجوزني او حتى ترني عليا، انا هفضحك. يلا انزلي ظبطي هدومك وروحي يلا. وفتح باب العربية وزقني بره ومشى. انا بصراحة فضلت انهار في العياط، وبعد شوية مسحت دموعي ومش قادر استوعب اللي حصل. ورحت البيت ودخلت الأوضة بتاعتي وقعدت افكر لو اتكلمت هفضح بابا وماما واختي، والناس هتعرف ان انا السبب من الاول، ان وافقت اعمل حاجة غلط مع ابن خالي كده. حتى لو حبيته ما كانش المفروض اعمل كده. ولو سكت هعيش ازاي واعمل العملية ديت فين؟ وازاي اقبل على راجل تاني ابقى مراته بعد اللي حصل معايا؟ حتى الانتحار فكرت فيه، بس برضه خفت اعمل كده، وخفت على امي وابويا قوي. الناس ديت ما تستاهلش مني كده. بس فكرت في حاجة، وهي اللي وقتها عيني برقت لما جت في بالي: الانتقام. ومش اي انتقام، لا، انتقام بالسحر. ايوه، السحر. انا كنت اعرف واحدة صاحبتي تعرف حد بيشتغل في الموضوع ده، وفعلا ما كدبتش خبر. وتاني يوم رحت لصاحبتي ديت وعرفت عنوان الدجال ده، ورحت له وقلت له انا عايز اعمل سحر لشاب، وهو قال لي تمام، وطلب مني مبلغ انا اديتهوله، وقال لي بعد 3 ايام الشاب ده هيجيلك راكع تحت رجليكي. وبعد 3 ايام فعلا شفت رقم ابو علي بيتصل بيا اللي هو خالي. واول ما فتحت قلت الو، سمعت حاجه مرعبه قوي. سمعت خالي بيقول لي صفاء تعالي حالا دلوقتي. قلت له حاضر يا خالو، بس في حاجه. قال لي تعالي دلوقتي بسرعه وهتعرفي كل حاجه، وما تقوليش لامك انك جايه عند بيت خالك. قلت له حاضر.
لبست هدومي ونزلت فعلا. رحت عند بيت خالي وطلعت السلم، وبعد ما خبطت على الباب بدقيقة خالي فتح الباب وقال لي ادخلي، وقفل ورايا. ما كانش في صوت حد في البيت، ولا مرات خالي كانت موجودة، ولا صوت بنت خالي. البيت كله تحسه فاضي تماما، وخالي واقف ساكت ومش بيتكلم، بس نظراته غريبة ليا قوي. انا قلت له في ايه يا خالي؟ راح ضربني بالقلم على وشي. انا بدأت ابكي قوي واقول له في ايه، عرفني. قال لي علي حكالي على كل حاجة. كل حاجة؟ كل حاجة ايه يا خالي؟ انا مش فاهمة. كل حاجة حصلت بينكم. انا قلت له علي حكالك ازاي؟ قصدي ليه وامتى؟ ده كان رافض اي حد يعرف، بالرغم ان كنت هبوس ايده علشان يفتح لك الموضوع ويفتح بابا في موضوع جوازنا. قال لي يا ريت كان ينفع دلوقتي. انا قلت له ليه يا خالي؟ وبعدين فين علي ومراتك وسلمى بنتك؟ وليه البيت فاضي كده؟ قال لي تعالي هوريكي حاجة. أخدني من إيدي ودخلنا الأوضة بتاعت علي وولع النور. شفت أصعب موقف في حياتي. علي نايم على السرير ومش بيتحرك، ووشه معوج وإيده الشمال فيها رعشة شلل. شكله بقى مشلول وبيتكلم بالعافية. وأول ما دخلت بدأ يقول لي سامحيني يا صفاء، أكيد ربنا بيعمل فيا كده علشان اللي عملته فيكي. أنا قلت لخالي هو حصل له كده ليه ومن إمتى وإيه السبب؟ قال لي وقع من 3 أيام ورحنا بيه على المستشفى، وأكتر من دكتور محدش عارف تفسير ده إيه، بس الواضح من الدكتور إنه جاله شلل ومالوش علاج. أنا قلت له ومراتك وبنتك فين؟ قال لي مراتي ما قدرتش تستحمل الصدمة، وديتها البلد مع سلمى بنتي. أنا بصيت لعلي بكل حزن عليه، بس ما عرفش جالي إحساس جميل وانتصار وشماتة في نفس الوقت، وبدأت أحس بانتعاش كده. وقلت له شفت ربنا عمل فيك إيه بعد ما ضيعت شرفي وضيعت حياتي ومستقبلي؟ بعد كل حبي ليك دلوقتي مستنى أقولك مسامحاك ولا أقولك ربنا يشفيك؟ ده كل اللي انت فيه ده مجرد بداية. خالي قال لي لازم علي يخف، لازم يكتب عليكي، انت بنت اختي وبرضه شرفي ولحمي ودمي. انا قلت له لا خلاص انا مش عايزاه، ما بقاش طموحي اتجوز واحد عاجز ومشلول. وسبتهم ونزلت وما روحتش. رحت للدجال اللي كان عامل لعلي السحر وقلت له ده بقى مشلول، ما جاليش تحت رجلي زي ما قلت لي. قال لي انا عملت السحر بالقلب، بس حبيت اذيه اكتر علشان خاطرك. قلت له علشان خاطري ليه يعني؟ الدجال قال لي علشان حبيتك من اول مرة شفتك فيها ولازم اخدك انا. قلت له حبيتني ايه وتاخدني ايه؟ لا لا طبعا، انت بتقول ايه؟ انت اخدت فلوس علي السحر بتاعك وخلاص خلصنا. الدجال قال لي انا عارف كل حاجة عنك ومش محتاج اقولك انا ممكن اعمل ايه فيكي وفي اهلك وفي كل حاجة قريبة منك. انا قلت له انا بابا وماما متدينين ومش هتعرف تأذيهم. ضحك وقال لي انت وجودك هنا عندي اول مرة خلاني اقدر اعمل اي حاجة فيكي وفي عيلتك كلها. احنا مش بنضرب حد على ايده، انتم اللي بتجولنا لحد عندنا. حتى علي ده لو كان قريب من ربنا ما كنتش هقدر اذيه. انا قلت له طيب سيبني في حالي، انت عارف اني غلبانة وكفاية اللي حصل لي من اقرب حد ليا. الدجال قال لي انت تبقي ملكي لحد ما هزهق منك، ما انا بحب كل شهر واحدة. وبدأ يقرب مني بكل هدوء وحاول يعتدي عليا. انا كنت بقاوم وهو بدأ اكتر ويقلعني هدومي. انا بقاوم معرفش ازاي لقيت سيخ حديد لقيته جنبي كده، مسكته في ايدي وغزيته في جنبه بكل عنف. بدأ يصرخ وسابني ورجع ورا والدم بينزل منه. انا قمت ومسكت السيخ وفضلت اغرزه في جسمه في كل حتة لحد ما اتأكدت انه مات. وفضلت قاعدة جنب الجثة. وبعد كده طبعا اخدت تليفوني اتصلت بالشرطة، والشرطة جت واخدتني. وبعد سنة محاكمة وتحقيقات ودلائل انا مرضتش اتكلم واقول الاسباب. مهما حاولوا معايا برضه مش بتكلم. بس اللي ساعدني ان الدجال ده كانت سمعته وحشة، ودجال اتحكم عليه ب20 سنة في السجن قبل كده، وعدى 5 سنين على القصة ديت. وال5 سنين حصلت فيهم حاجات كتير وانا في السجن. وعلي مات وبابا ما تحملش الصدمة ومات، وخالي ابو علي دلوقتي في مستشفى الامراض النفسية. وبس كده.
انا عارف اللي انتوا سمعتوه دلوقتي يمكن يكون مثلا خيالكم قال لكم او صور لكم ان ديت مجرد كلام مكتوب او قصة مثلا مكتوبة علشان تشدكم وخلاص. بس الحقيقة ان زي ما انا قلت لكم ان القصة ديت بالفعل يا جماعة قصة حقيقية ومستوحاة من احداث حقيقية في قلب مصر. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشجعونا باللايك والاشتراك الجميل وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. تصبحوا على خير.